اسباب كتير تخليك تيجي تجرب المكان ده، بس السبب اللي جايبني النهارده هو الكيدز اريا دي اكبر كيدز اريا انا شفتها في مطعم قبل كده، وهتلاقوا فيها حاجات كتير جدا عشان ولادكم يلعبوا جنبكم وانتوا بتاكلوا. فخلينا نتكلم عن الاكل الاول وبعدين نرجع لها نشوفها كده حاجه حاجه. المكان اسمه بيتزا تايم، وده براند مشتق من تيكوس بتاع الفرايد تشيكن. هما ليهم اكتر من فرع، النهارده انا في فرع العبور عشان لسه مجددين الفرع وفاتحين الكيدز اريا دي جواه، وهم هتلاقوهم دايما فاتحين جنب بعض، تيكوس جنب بيتزا تايم. المكان من اسمه بيعمل بيتزا وبيعمل باستا كمان، بس انا النهارده جاي عشان اجرب البيتزا. لقيت عندهم كام عرض كده حلوين، بس انا طلبت مع نفسي عشان اعمل تجربه كامله. انا طلبت واحده تشيز لافرز سمول، طلبت واحده سي فود رانش دي ميديوم، واحده هاف اند هاف يعني النص تشيكن رانش اوكي، ونص بيبروني، عشان اكون جربت كل الاحجام وكل انواع العجينه. بدات الاول بيتزا صغيره ميكس جبن، وطلبتها عجينه بان، ودي بتبقى تخينه شويه عشان تحس انك بتاكل حاجه مع الجبن. العجينه كانت خفيفه من جوه، وميكس الجبن كان بسيط جدا، لو ليك فيها هتحبها. هي بيتزا ميكس جبن لمحب الجبن، موتزاريلا وشيدر احمر وجبنه رومي، فهي جبن طعمها حلو من غير افوره. تاني بيتزا جربتها كانت السي فود رانش ميديوم بعجينه كلاسيك، ودي بتبقى عجينه ما بين البان وبين الرفيعه، جمبري وكابوريا وغرقانه صوص رانش، ودي بجد من احلى البيتزات اللي موجوده هناك. واللي عرفته ان عدد الجمبري بيبقى محسوب على كل بيتزايه بالعدد. حجم الجمبري كحجم جمبريايه كان متوسط شويه، وما فيهاش اي زفاره او اي حاجه، لان ساعات الموضوع ده بيقلش من الناس شويه. فدي ترشيح اول لازم تجربوها لو رحتوا هناك. الكلاسيك دي بصراحه احلى من الاولانيه شويه، تبقى حلوه جدا في التشيز عشان يعني تحس بطعم حاجه انت بتاكلها. تقدر تعمل بيتزايه نص ونص، فانا طلبت اكتر اتنين بحبهم، نص تشيكن رانش ونص بيبروني. والبيبروني هنا بيحطوا عليه مشروم وفلفل وزيتون، لو حاببها تبقى كلاسيك ممكن تقول لهم قبلها اللي هي بيبروني وصلصه بس. وطلبت البيتزايه دي ستافد كراست تشيز بايتس، ودي مش تعويذه، لا دي الاطراف طلبت ان هي تبقى محشيه جبنه. اللي عجبني في البيتزايه دي عامه ان العجينه رفيعه جدا، بس في نفس الوقت تقيله كحشو. وعرفت معلومه كده انك لما بتطلب نص ونص بتاخد توبنج البيتزايه الكامله بيحطوا على النص بتاعها، فعشان كده البيتزايه دي كانت تقيله. البيبروني كانت شغاله، بس لو رحت تاني هجربها كلاسيك عشان طعمه نفسه يبان اكتر وسط كل المشروم والجبن دي. التشيكن رانش بقى كانت عالميه بجد، هو واضح ان اي حاجه عندهم فيها رانش بتبقى جامده. وعجبني ان الفراخ متقطعه كبير عشان تحس برضو بطعمها وانت بتاكل، وعليها برضو خضار وزيتون. العجينه هنا سين خالص، يعني رفيعه جدا، يعني تكاد تكون مفيش خالص، فانت بتحس بطعم كل حاجه بقى في البيتزا دي. الاطراف اللي ستافت كراست الجبن بتاعتها كانت مش مقفوره قوي، طعم هادي بس هتخليك تاكل الاطراف، او ممكن كمان تحطها في صوص الرانش وتعيش. لقيت حلو كده عندهم ناس كتير بتصوروا اسمه سينابارتس، وده لمحبين السينابون. بيبقى عجينه كده عامله زي عيش النحل، عباره عن بايتس ومرشوش عليها قرفه وسكر جليزد كده من فوق. افتحها كده من جوه، وبايتس بايتس بايتس. طعمها كان حلو قوي، لو نزل معاه صوص شوكولاته او اي حاجه جنبه هيبقى اجمد بكتير. بس هي خفيفه خصوصا لو لسه سخنه، وتكفي فردين ثلاثه مستريح خصوصا بعد البيتزا. وبما اننا وصلنا للحلو والاطفال، فجي وقت الكيدز اريا اللي انا اصلا جاي عشانها. هم لسه فاتحينها، فكل حاجه فيها لسه جديده، وعجبني اهتمامهم بكل ديكوراتها اللي بتشد الاطفال. وهتلاقي فيها حاجات كتير زي كراسي الرسم دي، المفروض في بنت كمان هتبقى مسؤوله عن الكيدز اريا كلها وتلون الاطفال وتلعب معاهم، شويه لعب وخضار ومكعبات والحصان الهزاز ده. فمكان فعلا حسيت ان الاطفال هتتبسط فيه، وانت هتتبسط وانت قاعد بتاكل وشايفهم وراك بيلعبوا. ولو لسه ربنا ما رزقكش، ربنا يرزق الجميع، فالازاز اللي في الكيدز اريا ده عازل للصوت خالص، ودي حاجه هتكتشفها وانت هناك. نص فرق الصوت. والكيدز اريا كمان مكيفه وعاملين احتياطات للامان، ربنا يسترها على الجميع. فممكن تحط وجبات الهابي ميل على جنب وتروح هناك، العيال هتتبسط بجد. المكان كمان في اول العبور، يعني اول ما تطلع من النفق هتلاقيه على يمينك، مش بعيد جوه العبور، يعني حتى لو انت مش في العبور هتوصل له بسهوله، لانك بتبقى قاعد وشايف طريق الاسماعيليه اصلا قدامك. فشيروا الفيديو وخرجوا العيال فسحوهم، تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو. سلام.